في نادي الزمالك عمرو طارق، وعمرو طارق واحد من المدافعين المتميزين جدا جدا. تجربته ما كانتش احسن حاجه خالص لما سافر لالمانيا قبل كده، ولما في الفتره الاخيره كان موجود في اسبانيا مع ريال بيتيس وانتقل منه الى الدوري الامريكي. عمرو طارق خلاص فسخ تعاقده. رئيس نادي الزمالك كان النهارده قاعد مع وكيله عمرو طارق اللي هي كريستينا، وهي ايطاليه الجنسيه بالمناسبه، وتم الاتفاق على بعض التفاصيل المتعلقه باللاعب وانضمامه لنادي الزمالك على سبيل الاعاره. وفي كلام كتير جدا جدا. عمرو طارق هو نفس اللعيب على فكره، هو نفس اللعيب اللي كان بيلعب في دجله واللي كان معروض على النادي الاهلي. انا بقول معلومه انا متاكد منها بنسبه 100%، يحاسبني عليها اي حد. هو نفس اللاعب اللي كان معروض على النادي الاهلي قبل ما يسافر واترفض من النادي الاهلي، وهو دلوقتي برضو اللي بعد ما الزمالك هيتكلم فيه النادي الاهلي هيخش هو الاخر فيه وهيتكلم فيه، هيبقى عايز يبقى موجود معاه. في اخبار نادي الزمالك برضو الجهاز الفني للزمالك ما زال مصر على رايه، واستبعد كهربا من مباراه الفريق المقبله اللي هي هتبقى بكره ان شاء الله باذن الله، او انجاز التعبير خلاص احنا بقينا النهارده الخميس، من مباراه بتروجيت. مش هيبقى موجود كهربا مع الفريق ده وفقا لوجهه النظر الفنيه لكابتن محمد حلمي.